طابت أوقاتكم أعزائي المشاهدين. ماذا يجري في العراق؟ وكيف ينظر اليساريون العراقيون المتشظون إلى العملية السياسية التي ولدت مع الاحتلال الأمريكي؟ وهل يستطيع اليسار العراقي الوطني أن يتوحد ويطرح مشروعا لإنقاذ العراق من الفئات والأحزاب والطبقات التي تحولت إلى مرجعيات مذهبية ودينية تعرقل النمو الطبيعي لبلد كان في الثلاثينات يتقدم حثيثا نحو مجتمع مدني وحضاري، فيما يعيش اليوم حالة لا توصف من التخلف؟ السيد صباح الموسوي منسق التيار اليساري الوطني العراقي ضيف الحلقة هذا اليوم. مرحبا بكم أستاذ صباح. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. وكأن كلمة اليسار في العراق أصبحت الآن شيء نادر كالكهرباء والماء النقي والهواء النقي، هل هذا صحيح؟ يعني يمكن هذا الوصف يكون ببعض الصحة في بدايات الاحتلال في 2003 بعد سقوط النظام البعثي الفاشي على يد الاحتلال الأمريكي. كان اليسار يبدو وكأنه غير موجود، وواحد من أسباب هذا الضياع أو عدم الوجود اليسار هو أنه اليسار الرسمي بين قوسين الحزب الشيوعي العراقي دخل في إطار عملية الاحتلال، وقبل أن يعمل تحت إمرة بريمر في مجلس الحكم بصفة شيعي وليس شيوعي. هذا سبب بالبداية وكأنه اليسار غير موجود، لكن اليسار كان حاضر تاريخيا في العراق وحاضر ما بعد الاحتلال وقبل الاحتلال، وبدأ يستجمع قواه ويوجه طريقة باتجاه بلورة برنامج يساري مستقل في العراق، خصوصا بالسنوات الأخيرة. يعني الكثير يتساءلون هذا الماضي الطويل من الحياة المدنية، بل أن الطابع العام للعراق في حركته السياسية كان يتوزع بين تيارين، التيار القومي والتيار اليساري، وكان التيار اليساري في بعض السنوات طاغيا، وفجأة برزت في المجتمع العراقي أحزاب طائفية دينية هي التي استولت على المشهد السياسي. يعني ما هو التفسير لهذا التحول العجيب الذي حصل وأدى إلى أن العراق الآن يعيش في محنة يومية، بمعنى أن هذه الأحزاب، أحزاب التحاصص الطائفي، لا تستطيع أن تقدم أي شيء إلى المجتمع؟ وصلتنا عشرات الأسئلة بعد أن أعلنا أنك ستكون ضيف الحلقة هذا اليوم، تسأل أنه هل لديكم وصفة لحل هذه الإشكال؟ وكيف سمحتم لهذه القوة الظلامية بأن تستولي على زمام الأمور؟ نعم، يعني هذا سؤال مهم جدا، وسؤال بحاجة إلى إجابة معرفية وأيضا تاريخية، ولكن سنختصر الإجابة حتى نستفيد من وقت البرنامج. طبعا هناك ظروف موضوعية وذاتية لانحسار اليسار عربيا وعالميا وعراقيا أيضا، ولسنا في وارد الحديث عنها. لكنه فيما يتعلق بالوضع العراقي، اليسار منذ انقلاب 8 شباط 63، انقلاب المخابرات الأمريكية في ذلك الوقت لإسقاط ثورة 14 تموز، حكومة ثورة 14 تموز، وهو في حالة تراجع. اليسار العراقي الرسمي في حالة تراجع، وكانت هناك محاولات من الكوادر والقواعد لإنقاذ هذه اليسار من حالة التراجع، ولنا أمثلة كثيرة بالتاريخ، من ضمنها حركة 3 تموز حسن سريع اللي قاد انتفاضة معسكر رشيد الشهيرة، من ضمنها حركة خالد أحمد زكي الكفاح المسلح في الأهوار بنهاية الستينيات. وأيضا هناك عناصر أساسية في قيادة الحزب الشيوعي اللي حاولت أن لا تقبل التحالف مع البعث، واستخدم في وثيقة التقييم للكونغرس الثالث بال67 استخدمت مفردة دينية من قبل هؤلاء لمنع قطع الطريق على أي تحالف مع البعث. وسجل في هذه الوثيقة يحرم على الحزب الشيوعي العراقي
العمل مع البعث أو التحالف مع البعث. لكن هؤلاء صفوا في الشوارع أثناء المباحثات والمفاوضات من أجل إقامة الجبهة الوطنية. فواحدة من أهم عوامل ضعف اليسار العراقي هو هيمنة قيادة غير شرعية منذ انقلاب 63، واستمرت في ارتكاب الأخطاء والسياسات الإصلاحية الانتهازية، وأفقدت دور الحزب الشيوعي العراقي دوره الثوري الطبقي الذي تميز فيه منذ التأسيس ولنقل منذ بدايات تأسيس الدولة العراقية. وأيضا من يقول بأن مرجعية الحزب الشيوعي، ما دمنا نتحدث عن المرجعيات، دائما هي مرجعية خارجية، بمعنى، وبالمناسبة هذه ظاهرة ليست خاصة بالشيوعيين فقط، يعني مرجعية تقريبا كل الأحزاب العراقية تاريخيا هي مرجعية في الخارج. الشيوعيون كان مرجعهم لكرملين واللجنة المركزية ومكتب العلاقات الخارجية في المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي. القوميون كانت مرجعيتهم عبد الناصر ومصر. البعثيون مرجعيتهم العفلقية من الشام. الدعوة مرجعيتهم في إيران. الإخوان المسلمون مرجعيتهم أيضا في، يعني هذه الأحزاب الرئيسية التي تعاقبت. ألا تعتقدون أستاذ صباح أن يعني غياب المرجعية الوطنية الداخلية أيضا أسهمت في ضياع اليسار؟ أكيد أكيد. وحتى أجاوب على هذا السؤال بدي أستكمل جزء من السؤال الأول الماضي فيما يتعلق في سيطرة القوى الظلامية الآن في العراق. بالحقيقة في لقاء بيننا وبين لجنة المصالحة الوطنية العراقية بعد أن قرر اليسار العراقي، تيار اليسار العراقي الوطني، الانتقال من العمل المعارضة اليسارية السرية للنظام المحاصصة الطائفية الإثنية الفاسد إلى المعارضة العلنية، كان لابد من أن يجري لقاء رسمي بحكم انعدام وجود قانون الأحزاب. وضمن ما جرى في هذا اللقاء حوار عن هيمنة التيار الإسلامي، وكأنه أمر مسلم به أنه هي مرحلة التيار الإسلامي الآن اللي بين قوسين يسمى إسلامي يعني، وإنما هي قوة ظلامية. كان جوابنا ببساطة ووضوح أنه مر على العراق عبر مئات وآلاف السنين غزوات، احتلالات، فيضانات، أوبئة، لكن لم يكن الشعب العراقي محظوظ وبين قوسين محظوظ بوباء كوباء الحكم الإسلامي خلال العشر سنوات الماضية. لأنه في هذه الفترة القصيرة بعمر الأوطان والتاريخ تكشف للشعب العراقي زيف هذا الخطاب الإسلامي المتاجر بالدين. وفي حالة والظروف الموضوعية والذاتية في العراق جاهزة باتجاه الانتفاضة الشعبية، فعندما تنطلق الانتفاضة الشعبية في العراق سوف لن يكون هناك مرسي أو إخوان مسلمين يسرق الثورة في العراق، لأن الشعب جرب حكم الإسلاميين في العراق على مدى 10 سنوات، وكانت النتيجة هي النهب والفساد والجوع والبطالة وغرق المدن. ففي واقع الحال القوى الظلامية استهترت في العراق وحاولت أن تتاجر بالخطاب الطائفي سواء السني أو الشيعي بين قوسين، لكنه النسيج الاجتماعي المتماسك للشعب العراقي أسقط هذا الخطاب الطائفي التقسيمي، بدليل أنه هذه القوى نفسها ومنذ سنوات غيرت وارتدت قناع الخطاب الوطني اللي هي قناع مزيف. لكن هذا لن ينطلي على الشعب العراقي. الشعب العراقي واعي لحقيقة وطبيعة المعركة القائمة. بما يتعلق في المرجعيات والسؤال اللي تفضلت به، الآن احنا نجلس في موسكو، وبالصدفة اليوم كنا نتحدث أمام جامعة الصداقة عن هذه النقطة بالتحديد، كيف أن واحدة من كوارث التي أدت إلى العراق على مدى 4 عقود يدفع ثمن من الخسائر والدمار هو أنه قيادة الحزب الشيوعي في عام 59 عندما قرر الشهيد سلام عادل ورفيقه جمال الحيدري إنقاذ الثورة تموز بالإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم وإنقاذ حياة الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم بإرساله لإحدى الدول الاشتراكية. وعندما وافق كل أعضاء اللجنة المركزية في هذا اجتماع تموز 59 جاء من موسكو رسالة حاملها جورج تلو عضو مكتب سياسي آنذاك، وقال أنه السوفيت يرفضون هذا الخيار، والجميع وافق على قرار السوفيتي عداهما الشهيدان
القائد اللي سلام عادل وجمال حيدري اللي أبعد إلى موسكو آنذاك. فبالحقيقة هاي مشكلة المرجعية مرتبطة أيضا بوضع دولي موضوعي، يعني أنت لما تتحدث يعني عن والآن طبعا انتهت مرجعية الاتحاد السوفيتي، مرجعية موسكو انتهت، لا على الأحزاب الشيوعية ولا على الأحزاب اليسارية ولا على أي حزب، يعني أصبحت روسيا دولة جديدة تماما. نعم. فيها بعض عناصر النظام السوفيتي السابق، ولكن لم يبقى من كل هذا الشيء. إذن ما الذي يحول دون أن يطرح اليسار سواء العراقي فلنقل الشرق أوسطي برنامجا عمليا، يعني وكأنه هو خارج ثورات الربيع العربي وكثير التعثر في نشاطه؟ اليسار العربي قام بمبادرة في عقد لقاء تاريخي لأول مرة يتم في 2010 أن اجتمع اليسار، الأحزاب الشيوعية الرسمية والأحزاب اليسارية المنشقة عن هذه الأحزاب. وفي هذا الاجتماع جرى مراجعة أسباب أزمة اليسار العربي، ومن ضمن الأفكار اللي طرحت في هذا الاجتماع قبل الانتفاضات والثورات الشعبية العربية بشهور، كنا احنا التيار اليسار الوطني العربي وحزب الإرادة الشعبية بالمناسبة في سوريا اللي احنا على تنسيق كامل معهم، طرحنا موضوعة انه الأوضاع العربية تشير إلى إمكانية الانتفاضة والثورات في المنطقة العربية. بعض اليسار أو الأحزاب الشيوعية التقليدية لم تكن تتصور ممكن حدوث هذا الانفجار، لأنه بشكل أو بآخر ظلت عايشة على مشكلة، على قضية هل نحن في أزمة أم لا. كما فترة حركة التحرر الوطني العربي إذا تذكر بالسبعينيات ظل الحوار حركة التحرر الوطني العربي في أزمة أو بدون أزمة إلى أن ضاعت الحركة كلها وانتهت راحت بكاملها. لكن اليسار الجديد المولود من أحضان المدرسة التقليدية كان موجود وحاضر في الانتفاضات والثورات الشعبية العربية في مصر، في كل البلدان العربية، تونس، مصر، العراق، وفي سوريا حضوره كبير جدا. نعم. الآن اليسار السوري ممثل بحزب الإرادة الشعبية وحلفائها كان أولا، ولكن يعني كما تلاحظ أن حزب الإرادة الشعبية وحلفاء حزب الإرادة الشعبية أيضا لا يستطيعون الآن العمل في ظروف سوريا التي يعني للأسف الشديد لا ندري أين تتجه رغم كل الجهود الدولية الرامية إلى التسوية السياسية، وأنتم لديكم موقف نعم. بالمناسبة متميز عن بقية القوى نعم. السياسية العراقية حول الموقف السوري. هل يمكن لكم باختصار أن تحدثون عن رؤيتكم للوضع السوري؟ الوضع السوري ببساطة جدا، وفي 25 شباط 2011 أي قبل انطلاق الحراك الشعبي في سوريا كان هناك اجتماع لقيادة الحزب الإرادة الشعبية، وإحنا كنا موجودين في الاجتماع ضمن التنسيق. وفي هذا الاجتماع قدموا رؤية معرفية واستباقية لما سيحدث وما نعم. حدث. وفي واقع الحال احنا موقفنا واضح من الوضع، نحن مع الحراك الشعبي السوري منذ بداياته، ونحن نحمل النظام السوري المسؤولية الأولى عن ما جرى في سوريا. ورفاقنا في حزب الإرادة الشعبية حذروا في ذلك الوقت أنه عدم ملاقاة هذا الحراك الشعبي، ملاقاة مطالبه، سيؤدي وسيفضي إلى تحويله إلى العنف، ومن ثم يستجلب التدخل الخارجي، وستكون الضحايا كبيرة، لكن لا حياة لمن تنادي. يعني النظام يتحمل مسؤولية القمع والمعارضة تتحمل مسؤولية عسكرة الثورة؟ النظام يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية عسكرة الثورة، لأن هو من بدأ بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين. نعم. وكان من حمل السلاح في أولى المجموعات اللي حملت السلاح. نعم. هم اللي ثأر لإخوانهم أو أصدقائهم اللي قتلوا، لكنه هذا وفر الأرضية اللي مخطط جاهز أصلا للقوى الرجعية بالمنطقة المدعومة صهيونيا لإدخال هذه القوى الإرهابية التي نعم. عاتت بالأرض فسادا. دخل عامل جديد، يعني ليس الآن، منذ شهور، هو وجود قوات حزب الله ووجود فصائل ميليشيات عراقية في تقاتل إلى جانب النظام. يعني هل تعتقد يعني حزب الله لديه رؤية خاصة يعتبر سقوط القيادة السورية يؤدي إلى انهيار جدار من جدران الممانعة، ولكن العراق
لماذا يسمح بتقديراتك لدخول هذه القوات؟ يعني بالنسبة لحزب الله كان دخوله متأخر على دخول القوى التي أعلنت وبوضوح أن معركتها القادمة في لبنان ضد حزب الله، فهو نعم. عمل استباقي من حزب الله لدعم حليفه. نعم. يعني كانت معركة موت أو حياة بالنسبة لحزب الله وفي ضمن إطار حلف المقاومة. أما بالنسبة للعراق فهي داخلة في معادلة الطائفية، يعني في معادلة الارتباط بين الموقف الإيراني يعني والجانب الطائفي، لأن القوى الطائفية الإرهابية اللي بين قوسين السنية أعلنت مشروعها في تقسيم العراق وتشكيل دولة العراق الإسلامية داعش، فكان الرد من هالناحية أيضا رد طائفي. يعني الميليشيات اللي راح تقاتل من الطرفين، بالمناسبة من الطرفين أكو، من الطرف ما يسمى الشيعي ومن الطرف السني العراقي أيضا هناك قوة تقاتل طائفيا. نعم. موضوعيا أنه الحراك في سوريا كان حراك شعبي مشروع، لكنه ما جرى لاحقا هو تداخل بين مصالح دولية إقليمية وعالمية. كان ممكن تجاوز هذا التداخل لو تم الملاقاة المعارضة الوطنية على الأرض وليس المعارضة المرتبطة بالخارج. يعني القوى السياسية في العراق حين تنظر إلى وجود هذه الميليشيات تقاتل في سواء من هذا الطرف أو ذاك، والعراق يعاني من مشاكل يومية لا حصر لها. يعني آخر شيء أن مدن العراق، أغلب مدن العراق قد غرقت بالأمطار، بغداد غرقت، يعني أحياء بأكملها غرقت. يعني بتقديراتك لماذا هذا فلنقل غياب حركة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بأمور ليست سياسية فلنقل، وإنما بمطالب يومية، يعني أن تتوفر لها سبل العيش البسيطة؟ ما هذا يعني الذي يوصف في بعض الأدبيات السياسية بالكسل، بالإهمال الاجتماعي؟ يعني الشعب العراقي وكأنه راض عما يجري من حيف ضده. في الواقع الشعب العراقي قام بتحركات كثيرة خلال الأعوام الماضية وشملت قطاعات مختلفة من المجتمع. يعني إضرابات عمال نفط البصرة كانت متواصلة ومستمرة، إضرابات عمال المعمل الإسكندرية، حركة 25 شباط 2011 اللي قمعت قمع دموي. لاحقا هناك تظاهرات تقريبا يومية في المدن العراقية، ولكن لماذا يعني لم تتحول إلى حركة مستديمة مستمرة من أجل المطالبة بالحقوق المدنية؟ هناك عاملين، عاملان. العامل الأول هو أنه هيمنة الميليشيات الطائفية على الشارع وحالة الإرهاب اللي خلقتها لا زالت عاملة حالة رعب لدى المواطن العادي. العامل الثاني هو أنه القوى اليسارية تحديدا اللي المفروض تلعب هذا الدور هي في طور إعادة البناء. هل نتوقع أنها ستعيد بناء نفسها، لأنه العراق مقبل الآن على انتخابات؟ يعني التظاهرات الأخيرة اللي صارت في العراق، تظاهرات إلغاء تقاعد البرلمان هو مطلب شعبي كان. وكانت هي فكرة العفوية من المنظمات المجتمع المدني والناشطين، لكن هذه الفكرة ما أن تقبلتها الناس تحولت إلى إرادة شعبية، وهذه الإرادة الشعبية ساعدت اليسار في أن يشارك ويرمي بثقله في هذه التظاهرات، وأثرت على القرار. طبعا أثرت وألغي تقاعد البرلمان. وهل أنتم بصدد إلغاء العمليات الجراحية للنواب المكلفة؟ يعني واحد احنا بصدد إلغاء البرلمان كله وليس العمليات الجراحية، لأن النظام هذا القائم نظام بحاجة إلى تغيير جذري، تغيير بنيوي، تغيير عبر انتفاضة شعبية. الآن آخر تظاهرة وأنا كنت من المشاركين فيها في 26/10 اللي نزل نخبة من الشباب، لكن القوات اللي طوقتهم بالآلاف. بالمناسبة على ذكر القوات وانتهاكات حقوق الإنسان، نحن نحاول منذ أكثر من شهر بعد أن أصدرت منظمة أمنستي، منظمة العفو الدولية، تقريرها حول الإعدامات والانتهاكات في العراق، وقد رسمت صورة غاية في المأساوية، ونحاول الاتصال وتنظيم لقاء مع السيد وزير العدل في العراق، وهو يعني مكتب الوزير يعد ويعد حتى أدركنا أنه ربما لا يريد
أن يتحدث عن هذا الموضوع. لا توجد في العراق منظمات مجتمع مدني تفضح هذه الانتهاكات؟ هذا سؤال معقد ومركب، لأنه في واقع الحال يبدو وكأنه قول حق يراد به باطل. أنه غالبية المحكومين في الإعدام في العراق هم ناس ارتكبوا جرائم بشعة. نعم. من قتل 50 إنسان أو نعم. ذبح 50 إنسان. وهناك مطلب شعبي في العراق في إنزال العقاب بهؤلاء. نعم. لكنه بالمقابل هناك آلاف المعتقلين هم أبرياء. نعم. وصاروا شكل من أشكال البزنس. نعم. بدليل أنه هروب 1000 معتقل مرة واحدة من أبو غريب، نعم. لأنه ضمن عملية صفقات يعني. فهو الوضع الإنساني في العراق ككل وليس المعتقلين. الوضع الإنساني بالعراق هو وضع مأساوي، انعدام الأمن، ذبح. يعني ولكن تقرير أمنستي يستند إلى معلومات من الداخل تشير إلى أن عدد من الذين حكموا بالإعدام هم أبرياء، وأنه يعدم من لا يستطيع أن يشتري الحرية، بينما الذين يستطيعون أن يشتروا الحرية وإن كانوا مجرمين وإرهابيين وقتل من هذا النوع اللي تتحدث عن قتلوا 50 أو أكثر، يعني يقومون بعمليات تفجير، هذول يطلق سراحهم وبدل منهم يعدمون ناس أبرياء. هذا في تقرير في نظام أمنستي. محاصصاتي فاسد مخترق اختراق كامل. غالبية أجهزة الأمن القديمة بالمناسبة لم يحاكم ولا واحد من عناصر أجهزة النظام السابق. غالبيتهم كوفؤوا سواء باسم تواب وادخل في هذه الأجهزة. التوابون أو قسم في اللي كانوا يسموهم فرسان صدام، اللي الأكراد يطلقون عليهم تسمية جحوش، هذول 80,000. نعم. ادخلوا ضمن المؤسسات. فمجرمين النظام السابق موجودين في هذه الأجهزة. نعم. ثانيا أن الأجهزة هذه لم تبنى على أساس مهني. نعم. وإنما بنيت على أساس مرتزق. أنت نعم. لما تجي تنتمي لهذا الجهاز يجب أن تدفع. مفهوم. عندنا أسئلة كثيرة فضل. وصلتنا من يبدو أنه لديك الكثير من الرفاق. أولا، ما هي علاقتكم بالحزب الشيوعي الرسمي، حزب السيد حميد موسى باختصار؟ احنا علاقتنا انتقلت من مرحلة إلى مرحلة. احنا نعتبر مؤسسة الحزب الشيوعي، قيادة الحزب الشيوعي كلها وليس حميد، قيادة تفسخت. نعم. مجموعة باقر راحت بجهة، مجموعة حميد راحت مع البريمار، مجموعة أخذت الحزب كردي وسوت حزب كردي. نعم. لكنه في تقديرنا في الفترة الأخيرة بعض العناصر في الحزب الشيوعي العراقي خصوصا الكوادر، احنا يهمنا كوادر الحزب، بدأت تتبنى موقفنا وتقتنع بما. وأنتم مستعدين لأن تمدوا لها اليد والتعاون للكوادر؟ ما عندنا يعني نتعاون مع الكوادر، لكن موقفنا مع قيادة حميد مجيد واضح. يعني عدد من المشاهدين يسألون ماذا عن كنتم طرحتم فكرة محاكمة قتلة الشيوعيين الأنصار الشيوعيين في معركة بيشت آشان التي أعتقد جرت عام 83 ومتهم السيد جلال طلباني رئيس الجمهورية بأنه هو الذي كان وراء عملية تصفية أكثر من 100 حوالي 70 شهيد 70 وأكثر من 200 جريح. نعم. بما فيهم شابات يعني قتلوا بطريقة بشعة. يعني هنا أنه كنتم تطالبون بأن الجرائم لا تسقط بالتقادم. احنا بشان رفاقهم خصوصا الشهود الحادثة. نعم. أسسوا موقع اسمه بشتاشان على نعم. الإلكتروني، وهذا الموقع يقوم بدور هام بجمع المعلومات ومتابعة القضية واعتبار أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، والمجرم جلال الطلباني هو صاحب القرار وهو المنفذ كان. يعني هذا مثبت يعني طبعا مثبت وموثق وهناك جهد ومتابعة متواصلة، لكنه في طبيعة الحال هو أصلا في خبر كان الآن جلال، لكن كقضية يجب أن تجري بها محاكمة وتثبت بشكل دقيق يعني. نعم. وأخيرا لم يبقى إلا دقيقتان من وقت البرنامج، سؤال: هل تعتزمون خوض الانتخابات؟ الانتخابات لا تسمح بخوضها بشكل متكافئ. أحزاب طائفية تملك المليارات وسيطرت على المراكز الحكومية وتملك الفضائيات، مقابل أحزاب يسارية. احنا عندنا لجنة العمل اليساري المشترك اللي ضمن الأحزاب اليسارية، لا نمتلك إمكانية لإصدار صحيفة. غياب قانون أحزاب. يعني وهذا أيضا سؤال بالمناسبة، يقول الذي يفوز في الانتخابات في العراق هو الذي يدفع، والذي يدفع أكثر هو
نوري جواد المالكي. هل هذا صحيح؟ يعني هي انتخابات المتاجرة بالبرجعيات والبطانيات والصوبات، يروحون على الناس يخوفوهم بالجنة والنار ويبطوا صوبة وبطانية، يستغلون 7 ملايين أمي بالعراق بهذه الطرق. احنا كيسار نعمل ونحاول أن نطرح خطاب للناس أنه احنا مع الجنة، خلي أي واحد يروح للجنة، رب العالمين هو الرحيم ويدخل العالم، نتمنى يدخل كل العالم للجنة، لكن نحن نريد قطعة جنة على الأرض. نعم. بها عمل، بها أمان. يعني كما تعلم أستاذ صباح وقتنا أزف على الانتهاء، ولكن النكتة العراقية الشائعة تقول أن كل العراقيين سيذهبون إلى الجنة لأنهم عاشوا الجحيم خلال عقود طويلة. السيد صباح الموسوي منسق التيار اليساري الوطني العراقي، شكرا لك، ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقاتا هانئة.